ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهارده احلى ميلك شيك توت وموز، بقى حاجه كده تحفه. والزينه بقى بتاعته عجباني قوي، عشان بصراحه الزينه رايقه قوي. وتقدري تحطي الصوص او تستغني عنه، وكمان تقدري تحطي لمسه جميله كده من الصوص فوق، بيبقى حلو قوي. وبيبقى شكل كوبايه التقديم بتاعتك شيك كمان. ما هو الحر ده ما ينفعش معاه غير احلى ميلك شيك توت وموز. يلا تعالي معايا عشان تشوفي انا عملته ازاي. المقادير: معايا هنا توت، ومعايا لبن، ومعايا عسل نحل، ومعايا موز. يلا بينا نعمل الوصفة. جبت الخلاط وبسم الله هحط الموز، وهنحط التوت فريش وجميل قوي، يدي طعم ولون حلو. وانا هحط عسل نحل، تقدري تحطي سكر لو انتي عايزة، بس العسل افيد بصراحة. واخر حاجة هنحطها هي اللبن. هنشغل الخلاط ونعمل ميلك شيك. جبت كوباية التقديم، وهنعمل ايه بقى؟ الصوص ده انا وريتهولكم قبل كده، صوص جميل قوي هنزين بيه. وزي ما قلتلك اعملي خطوط عشوائية كده بتبقى حلوة، مش لازم يعني نبقى منظمين قوي واحنا بنعمل ايه، واحنا بنحط الصوص كده. طيب الصوص انا حطاه زينة عشان التصوير بس، انتي تقدري تستغني عنه، بس بيدي طعم حلو قوي وشكل كمان. خلاص خلصت كده، وهنصب الميلك شيك. ما شاء الله جميل جدا، عملنا احلى ميلك شيك طبيعي في البيت. خلاص خلصت الميلك شيك الجميل بتاعي وزينته الزينة رايقة جدا. يلا جربيه بقى وقوليلي ايه رأيك.